بيبدأ فيلمنا مع بنت اسمها نيوى اللي عندها 17 سنة، وتكون نيوى بتحضر شنطتها هي وأمها وحاجتهم الشخصية علشان هيروحوا يعيشوا مع ويليام جوز رافائيل أمها الجديد. وبنعرف إن جونز أبو نيوى مسجون بقاله سنتين بسبب إنه كان بيضرب أمها وبيعذبها، وساعتها نيوى وهي طفلة كانت شهدت عليه في المحكمة إنه كان بيضربها هي وأمها، فعلشان كده جونز اتسجن. وكانت نيوى بتعاني بطفولة صعبة بسبب عنف أبوها مع أمها، وكمان كان عنيف معاها هي شخصيا لدرجة إن جونز حاول يقتل نيوى بالسكين. لحد دلوقتي علامة الجرح سايبة أثر في بطنها، وبقى عندها عقدة من عنف الرجالة. وبعد ما نوى وأمها بيحضروا شنطتهم بيركبوا العربية علشان يروحوا بيت ويليام الجديد، وفي الطريق بيكون واضح على نوى بأنها متضايقة جدا عشان هتسيب حاجتها وذكرياتها القديمة وهتروح تعيش في بيت ومجتمع جديد عليها، خصوصا إنها هتسيب صاحبتها المفضلة وحبيبها القديم. لكن رافائيل أمها بتحاول تقنعها إنها تتعود على الحياة الجديدة والمجتمع الجديد، ولأن ويليام ده راجل غني جدا ومش هيخليهم محتاجين لأي حاجة. ويوصلوا بيت ويليام وبيكون ويليام واقف في استقبالهم هو والخدم بتوعه، ويدخلوا البيت هو ورافائيل ونيوى بيفرجهم على البيت. وبنعرف ان ويليام ليه ابن اسمه نيكولاس اكبر من نيوى ب4 سنين، وبالصدفة نيكولاس ونيوى بيقابلوا بعض في المطبخ، وباين من اول لقاء ان كل واحد فيهم حاسس ان تاني فارض نفسه عليه، بيبدأوا يغلسوا على بعض كل شوية. وبالليل كلهم بيخرجوا مع بعض علشان يتعشوا في مطعم ويحتفلوا بتكوين أسرة جديدة. لكن وهم بيتعشوا بتفضل نيوى تغلس على نيكولاس، توصفه ان شاب متدلع وعايش بيصرف من فلوس ابوه، بس بيتخانق هو ووالده ويليام، لكنهم ما بيردوش عليها احتراما لرافائيل امها. فنيكولاس بيقول لهم ان لازم يقوم دلوقتي علشان عنده شغل. في نفس الوقت نيوى هي كمان بتقوم وعايزه تروح البيت، وبتقول لهم انها تعبانه شويه، فمش بيرضوا يضغطوا عليها علشان تقعد معاهم وتفضل معاهم. وويليام بيطلب من نيكولاس ابنه ياخدها معاه في سكته ويوصلها البيت، فتخرج نيوى من المطعم مع نيكولاس ويركبوا عربيه ويمشوا. وفي الطريق تفضل نيوى تكلم نيكولاس كلام جارح وبتجيب سيرة لأنها سمعت قبل كده من أمها إن نيكولاس سابته هو وأبوه علشان تتجوز واحدة تانية. فبيتخنق نيكولاس من نيوى وبينزل من العربية مرة واحدة، وبيكبر نيوى إنها تنزل من العربية وسط الطريق بالليل. وبعدها بيركب نيكولاس العربية وبيمشي ويسيبها وسط الطريق بالليل. بتتضايق نيوى منه ومش عارفة تعمل إيه، وحتى الموبايل بتاعها قاطع شحن. تفضل واقفة في نصف الشارع لحد ما تلاقي عربية وتشاور ليها، فالعربية تقف وبتلاقي شاب اسمه ماريو وبيعرض عليها ماريو يوصلها، فبتركب نيوى معاه. وفي الطريق يعرف ماريو منها انها امها تبقى مرات نيكولاس، فبيقول ماريو لنيوى انه من شلة نيكولاس وان نيكولاس هو زعيم الشلة بتاعتهم. فبتشتكي له نيوى ان نيكولاس نزلها من العربية في نصف الشارع وسابها ومشي علشان يروح شغله. فماريو بيضحك وبيقول لها ان نيكولا ولا وراه شغل ولا حاجة، وانه رايح دلوقتي حفلة يسهر فيها وبياخدها معاه الحفلة دي. طلب منها ان ياخدها معاه الحفلة عشان يوريها انه عواطلي، لان كده كده هو رايح هو كمان. وبيوصلوا الحفلة وهي معمولة في بيت واحد من الشلة. وفي الحفلة بتتفاجئ نيوى ان نيكولاس مقضيها رقص وشرب مع البنات. تفهم هنا انه متعدد العلاقات وفلاتي، وان البنات كلها بتحبه علشان فلوسه وعلشان وسيم، فبتتخانق منه اكتر ما هي مخنوقة. ولما نيكولاس بيشوفها بيتضايق انها جت وراه الحفلة، وبتهدده انها هتقول لابوه انه كان مقضيها في الحفلة وما كانش وراه شغل ولا حاجة. لكن هو مش بيهمه تهديدها وبيسيبها وبيمشي. بتتعرف نيوى على واحدة اسمها جيني، وهي بتكون من شلة نيكولاس. كمان بتتعرف على ليون صاحب جيني وبيكون برضه من شلة نيكولاس. وبيكون في الحفلة واحد اسمه روني وبيكون لسه خارج من السجن امبارح، فبيكون عارف ان نيوى تبقى مرات ابو نيكولاس، فيغمز لواحد من شلته عشان يرحب بنيوى ويديها مشروب. فالشاب ده بيقف معاه وبيديها مشروب، فبتشكره وبتاخد المشروب منه وتشرب شوية. ولكن نيكولاس بيلحقها قبل ما تكمل باقي المشروب ويطلقه من بين ايده، وبيضرب الشاب اللي اداها المشروب. ونيكولاس بيقول لها ان روني حاطط في المشروب مخدر، لان روني بيعمل كده مع كل البنات عشان يخدرهم ويعمل معاهم علاقات. وبعدها بياخدها معاه في العربية وهي بتكون تحت تأثير المخدر. وبعدها بيروحها البيت، ولما بيوصلوا بيشيلها نيكولاس وبيطلعها الأوضة بتاعتها. وفي ليلة بيكون نيكولاس مشترك في سباق عربيات لأنه بيحب يتسابق العربيات، ونيوى بتكون رايحة السباق مع جوني علشان تتفرج على نيكولاس وهو بيسابق. ويبدأ السباق ويقدر نيكولاس إنه يفوز في اللفة الأولى، وبيكون فاضل لفة كمان أخيرة وإنه هيلعبها ضد روني صديقه. يوصل لنيوى رسالة من رقم مجهول، وهي بتكون عبارة عن صورة لدان حبيبها القديم اللي كانت عايشة معاه من زمان وهو بيبوس بيتي صاحبتها القديمة الأنتيمة. فبتتضايق نيوى وبتحس بالخيانة اتنين ليها، وهو دان حبيبها وبيتي أنتيمتها. تبقى نيوى متضايقة وعايزة تنتقم من دان وعايزة تخليه يغير عليها. تبدأ نيوى تشرب وترقص وبتلاقي شاب ما تعرفوش، فبتاخده عند عربية نيكولاس وبتبوسه، وبتكون عايزة تصور نفسها وهي بتبوسه علشان تبعت الصورة لدان. لكن بيجي نيكولاس بسرعة وبيزعق للشاب. وبعدها بيعرف نيكولاس منها إن حبيبها خانها مع صاحبتها، وإنها عايزة تغيظ دان بصورة وهي بتبوس الشاب. فعرض عليها نيكولاس إنه يبوسها هو وتتصور معاه وتبعت الصورة لدان، وفعلا بيعملوا كده وبيتصوروا وبتبعت الصورة
لدان علشان تضايقه، وبعدها نيكولاس بيركبها عربية عشان يخليها بعيد عن جو الحفلة ويسيبها بيروح لصاحبته اني. لكن بيجي روني بالعربية وبيقف جنب عربية نيكولاس، فبيلاقي نيوا هي اللي راكبة العربية وكمان دورتها، وبيكون ده وقت اللفة الأخيرة من السباق، والمفروض ان هو كان تحدي بين نيكولاس وروني وبس. لكن روني بيقرر ان نيوا هي اللي هتسابقه بدل نيكولاس، وانها طبعا من فريق نيكولاس، وان كده سهل ان روني يكسب نيوا بسهولة، خصوصا ان هو شايفها بنت فغالبا مش هتعرف تسوق. وبيكون الرهان الاخير ده على 15,000 يورو، ده غير اللي هيكسب هياخد عربية التاني للابد. فبتتورط نيوا في السباق، ولكن بيتفاجئ روني ان نيوا بتسوق بمهارة واتقان عالي. وبنعرف هنا ان نيوا اصلا بتحب السواقة، لان جونس ابوها اللي مسجون كان برضه بيحب السواقة، فهي طالعة زيه وبتقدر انها تكسب روني، فبيتغاظ جدا منها. وبعدها روني بيقول لنيكولاس ان المفروض هو اللي كان يكسب مش نيوا، لان المفروض كان هو اللي يسابقه مش هي، ولان لما نيوا سابقته ده اخلال للقانون، ويبقى كده نيكولاس خسران، فمش هيقدر نيكولاس يعترض على هذا القرار لانه قانون عندهم. وحول له فلوس الجايزة وكمان اداله عربيته للابد. تتضايق نيوا من الحدث وبتستغرب ازاي كسبت السباق وطلعوها خسرانة، وبتجيب الذنب على نيكولاس. وبنعرف ان نيكولاس ليه اخت صغيرة اسمها ماجي، والعكس المتوقع بيكون نيكولاس وناجي بيحبوا بعض جدا، وبيقضي نيكولاس مع ناجي 4 ايام علشان يفسحها، ويرجع نيكولاس لبيته تاني. وفي يوم بيوصل لنيوا جواب تهديد من شخص مجهول، وبيكون مكتوب في الجواب انها تدفع ثمن اللي عملته، فمش بتكون فاهمة مين اللي بعت الجواب. وبنعرف ان جونس ابوها خرج من السجن، وده بيفسر ان هو اللي بعت الجواب التهديد لنيوا. وبنعرف ان جونس بيعرف روني لانهم هما الاتنين كانوا مسجونين في سجن واحد مع بعض، وكان جونس حكى روني وهو في السجن بان بنته نيوا خانته وشهدت ضده في المحكمة، وقالت كمان ان هو كان بيضرب امها واتسجن بسببها، وده بيفسر ان روني كان عارف كل حاجة عن نيوا. وبنعرف ان جونس وروني بينهم اتفاق على ان روني يخطف نيوا ويسلمها لجونس علشان ينتقم منها. وفي ليلة هما مع بعض في جنينة البيت بيبوس نيكولاس نيوا وبيبدأوا يحبوا في بعض جدا. وبعد يومين نيكولاس ونيوا بياخدوا ماريو صاحبتها وبيروحوا حلبة قتال شوارع علشان نيكولاس يلعب ماتش ضد واحد تاني. وبعد ما كانت العلاقة بتبدأ تتحسن بينهم، فجأة بتقفش نيوا ساعتها عليه، لأن ساعتها اكتشفت انه جايبها هنا علشان يلعب ماتش قتال تحدي. تغضب لأنها بتكره عنف الرجالة وعندها عقدة من العنف، ولأن العنف بيفكرها بأبوها جونس، وبتكون عايزة تسيب المكان وتمشي، وبتكون عايزة تقطع هذه العلاقة تماما لأنها مش هينفع تكمل مع شاب عنيف، وبتسيب الماتش وتخرج. فبتلاقي ماريو وبتقف تتكلم معاه، ويكسب نيكولاس الماتش وبيخرج يدور على نيوا، فبيلاقيها بتبوس ماريو وبيزق ماريو ويوقعه. بتتضايق نيوا أكتر من الأول، فنيكولاس بيعترف إنه بيحبها وبيغير عليها جدا، لكن نيوا بتطلب ما يكملوش علاقتهم سوا لأن العلاقة هتأذيها. وبالفعل تغادر وتسيب نيكولاس لوحده، وفعلا بتمر فترة مش طويلة وبيكون نيكولاس ونيوا بعيد عن بعض فيها، وكل واحد بيمارس حياته على حسب ما هو بيحب. وفي يوم ويليام ابو نيكولاس بيحكي ليه ان جونس ابو نيوا كان محبوس، وبيقول له ان حاول يقتلها بالسكينة زمان، وكان عنيف جدا مع رافائيل امها، وبسبب شهادة نيوا ضده اتسجن. فعلشان كده بيطلب ويليام من نيكولاس ان هو يخلي باله من نيوا وتبقى عينه عليها دايما، خصوصا ان ويليام عرف ان جونس خرج من السجن قريب، فاكيد عاوز ينتقم منها. وفي يوم نيكولاس بيزور ماجي اخته في المستشفى لانها كانت تعبانه جدا، وبتصمم نيوا انها تروح معاه، وبعدها بيمشوا بالعربيه هما الاتنين. مشاعرهم بتغلبهم وبيحسوا انهم مش هينفع يبعدوا عن بعض، فبيروحوا عند الشاطئ وهناك بيقربوا من بعض جدا، وبيفضلوا سهرانين على الشاطئ لحد الصبح. والصبح بياخدوا العربيه وبيدخلوا محطه بنزين علشان نيكولاس يشتري حاجات من السوبر ماركت، فبيسيب نيوا في العربيه، لكن لاحظ ان روني كان مراقبهم من بدري. فبيوصل عند البنزينه بالعربيه وبيكون معاه اصحابه، وبيخطفوا نيوا من جوه العربيه وبياخدوها معاهم في العربيه بتاعتهم. بيكون روني بيسلم نيوا لابوها علشان ده اتفاق وهم في السجن. فلما بيخرج نيكولاس من السوبر ماركت ما بيلاقيش نيوا في العربيه، استنتج انها اتخطفت اكيد، فبيروح البيت وبيبلغ ابوه ورافائيل امها، واتصلوا بالشرطه. وبعدين الشرطه جت فرغت كاميرات محطه البنزين، ويظهر روني واصحابه وهما بيخطفوا نيوا، ونيكولاس قدر يتعرف على روني اللي في الفيديو. ويجي اتصال لرافائيل امها من جونس وبيقول لها ان خاطف نيوا وطالب فديه 1,000,000 يورو، وبيقول لهم على وصف المكان وهو قريب من ساحل المدينه. وطبعا بتكون الشرطه موجوده وبيسمعوا المكالمه وبيسجلوها. وبعدها جونس بيقابل روني في الجراج اللي خاطفين فيه نيوا، فبيضربوا ضربه قويه فروني بيغمى عليه. ويجي ميعاد التسليم وويليام ورافائيل بيكونوا واقفين في المكان المتفق عليه، وبيكون معاهم الفلوس. ونيكولاس هو كمان حب يشارك في العمليه لانه بيحبها جدا، وقاعد في عربيه معاه محققه الشرطه، وبيكون باقي افراد الشرطه متواجدين ومتنكرين في المكان. لكن جونس هو كمان مراقبهم بكاميرا سريه في الشارع، وعرف انهم مبلغين الشرطه، والشرطه عامله له كمين وعايزه تمسكه، وبيقرر انه يغير الخطه تماما. واخيرا نيكولاس افتكر ان العربيه اللي روني كسبها منه كانت مرتبطه بالGPS، ويفتح الموبايل ويعرف مكان
مكان العربية فين، وبالتالي ده المكان اللي فيه جونز وروني ومعاهم نيوا أكيد. ووصلوا الجراج عن طريق التتبع، وفجأة بيلاقوا نيوا قدرت تكسر باب الجراج بالعربية وجونز جنبها، وبتهرب منهم ونيكولاس والشرطة بتطاردهم. وبتفضل نيوا تهرب بالعربية ومعاها جونز لحد ما وصلت إلى رصيف المينا، وبتلف العربية وبتحطها في وش عربية نيكولاس. وبيكون جونز حاطط المسدس على رقبة نيوا، فينظر نيكولاس لنيوا وهما فاهمين بعض جدا عشان يخبطوا في بعض ويموتوا كلهم، ولكن الاتنين بيضربوا فرامل اليد ويبقوا قصاد بعض، ونيكولاس ونيوا بيوطوا راسهم وفي نفس اللحظة علشان محققة الشرطة تقتل جونز. وبالفعل قدرت تقتله، وقدروا انهم ياخدوا نيوا، وفي نفس الوقت تقتحم الشرطة الجراج وبيلاقوا روني مربوط وقبضوا عليه. وبعدها نيكولاس ونيوا علاقتهم رسمية قدام اهليهم وكمان اتجوزوا، وبكده بقى أسرة واحدة. وبيخلص الفيلم. اشترك في القناة ولايك للفيديو.